فين الحكمة لما الاقي حد بيحتقر أهمية الدعاء؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال نبيك صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا إن إحنا لما نتهادى بينا وغير كده من العطايا ما نحتقرش ده. لا الشخص اللي بيدي ما يحتقرش الحاجة اللي بيديها عشان هي قليلة، ولا الشخص اللي بيستقبل. فإذا كان ده بين الناس وبين بعضهم، فكيف بين الناس وبين الرب الذي قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وما تنساش ان ربك سبحانه وتعالى ممكن يبتليك، وممكن من مقاصد الابتلاء لينا وللأمة كلها ان ربنا يختبرنا هل هنلجأ اليه ولا لا، هنستعين بيه ولا لا. بيختبرنا في العبادة العظيمة دي، عبادة الدعاء.